تقدم 3 نواب من الكونغرس الأمريكي خطاب شديد اللهجة إلى الرئيس الأمريكي يتعلق بفرض عقوبات على نور المالكي وعصائب أهل الحق، وزراء تابعين لفصائل في حكومة محمد الشاعل السوداني. وبموجب قانون ماكنزي فإنه يمكن لواشنطن إتاحة إمكانية فرض عقوبات على الجهات المتورطة بخروق ضد الإدارة الأمريكية، فضلا عن عمليات الفساد الإداري والمالي وتهريب، بمعنى أنه قانون ماكنزي يلزم بفتح تحقيق عن انتهاك صارخ لحقوق الإنسان نظرا لتورط بعض الفصائل بجرائم خلال حرب داعش. طيب، أكو هنالك توجس من خطورة تطبيق هذا القانون؟ المنطق يقول نعم، لأنه تطبيق هذا القانون يعني كسر 3 أضلاع داعمة لحكومة السوداني وعلى رئيسهم المالكي، فضلا عن أنه في حال فرضت عقوبات على العراق فإن حكومة السوداني لن تجد ما يضمد جراح الاقتصاد النازف جراء تهريب الدولار وارتفاع سعر الصرف. رحب بكم مشاهدينا، أناقش هذا الموضوع مع الأستاذ انتفاض قنبر رئيس مؤسسة المستقبل في واشنطن. مشاهدينا، قبل ما أبدأ مع الأستاذ انتفاض أذكركم وأدعوكم إلى المشاركة باستطلاع حلقة هذا اليوم. مشاهدينا، استطلاعنا يقول: هل تؤيد فرض عقوبات أمريكية على فصائل وشخصيات سياسية عراقية؟ مرة ثانية رحب بكم مشاهدينا.